الحقيقة يعني أخلفت موازين ترتيبي لها اليوم. سبحان الله. تقول أركب مع أبوي البنت في السيارة، أمي قدام، أبوي يسوق، مصدر أماني، أطل مع الدريشة، إذا جاء مطب أفرح فيه حسبة كني في ملاهي، التفت لأبوي حق طلباتي وأمي قدامي، يعني ما مثلي في هالدنيا أبد. وأفرح بالمطب وأفرح بركوب السيارة وأفرح بأي روحة، إلين جاء ذاك المطب اللي سبحان الله كله دمان. يوم وعيت ولا العالم تنقل جثة أبوي متوفي، لا إله إلا الله، ووالدتي في إصابة خطيرة، وأنا علي من الدمام ما علي من الضربات. أنا ظنيتها مفاجأة، ظنيتها يعني شيء زي الحلم وينتهي. اتضح أنه حادث توفي فيه أبوي، وأمي صار فيها كسور وأمراض. انتقلنا بعد العزاء إلى بيت جدتي، والظروف صعبة، حالتنا حالة. أشوف حالة جدتي من فتحة الثلاجة ما فيها، يعني عساني ألقى ما أكله، وهي مستترة بلباس الدين ولباس الدعاء ولباس الستر عن المسلمين. والله إني اضطريت إني مرة من المرات إني أخذ أنبوبة الغاز وأوقف على الشارع أدور لي محسن يعبي لي البنزين أو يسدد فاتورته. أمي يوم انتقلت البيت هذا بيت جدتي كانت تبني ذكريات جديدة، تبي تعيد حياة جديدة. يعني من الألم أنا عالجها وظروف الله يعلم فيها. أقول يا رب، يعني حنا في هالحالة يتيمة عمري هكا العمر 7 و8 سنوات، من لي يا رب؟ تقول وضع الله يعلم فيه، كل مسكرين عليه بيته وكل لاهي بنفسه وكل. أقول في نفسي من بينتبه لي، من بيدري عني؟ صار لي احتياجات في الصيدلية، صار لي احتياجات في الجامعة، صار لي احتياجات في الثانوي، صار لي احتياجات مهمة جدا ما حد يحققها لي. أشوف البنات وأشوف الناس كلهم. إلين جاني اتصال ذاك اليوم أعتبره كأن أبوي طلع من قبره. جمعية رفاق، سارة، هذه سارة، أنت وينت فيه؟ إحنا جينا ندور في بيت أمك ما لقيناك. قالت والله إحنا انتقلنا بيت جدتي. قالوا جايينك، ويوم جو وشافوا الوضع وشافوني وشافوا أمي وشافوا وضعنا ما خلوا شيء، أعادوا ترتيب حياتي من جديد. والله العظيم لا احتجت لحد، ولا لا لبس ولا فرحة ولا عياد ولا مشاركة ولا اتصالات، وكأن والدي حضر من قبره، وحتى علاج والدتي شاركوا فيه، ساهموا في بناء بيت لنا واستغنينا بفضل الله. الثلاجة أول مرة أشوفها مليانة، الغاز ما عاد أحتاج أحد، فاتورة الكهرب صارت تتسدد، ملابسي والأغراض اللي أنا أحتاجها أي بنت في هالعمر صاروا هم اللي قائمين فيها. الله يجزى من تبرع لهالجمعية كل خير. قايمة قاعدة أدعي لهم في صلاتي مع أبوي، وصلاتي وقيامي وجلوسي، وهذا عادوا أبوي للحياة. هذه جمعية رفاق يا أخوان، اللي حنا قاعدين نحث الناس في هالشهر الكريم أنكم تتبرعون لها. يا أخوان بإمكان الواحد حتى يركب سيارته يروح في الجمعية، ترى أبوابها مفتوحة ونظامها نظام حوكمة، وتشوف البيوت اللي هم يصرفون عليها. والله العظيم يمكن 4500 يتيم يا أبو عمر، 4500 يتيم نفس وضعهم هذا، حالتهم حالة وظروفهم صعبة. جمعية رفاق هذه من أفضل الجمعيات اللي أنا رحت وشفتها بنفسي. أنا ماني بقول دعاية، أنا يشهد الله علي أني ما أقول هالكلام إلا أني أبي لكم الخير وأبي لهم الخير. يا أخوان والله الأمر بسيط، ادخل على التطبيق، 50 ريال 100 ريال مثل هالبنت هذه تنتشلها من عذابها، تنتشلها من الأشياء الألم اللي فيه. كون أنها تستغني بفضل الله ثم فضلك أنك تتبرع ب50 ولا 100 ريال ولا 200 عنك، عن ولدك، عن صلاح عيالك، عن أبوك، عن أمك، والله إلى يوم القيامة إن شاء الله بتلقاها قدامك. هذه قصة سارة يا أبو عبد المحسن اللي ذكروها في بداية البرنامج، والقصة حقيقية، والبنت تشاهد البرنامج وتدعو لنا وتدعو للمسلمين، كل من قام عليها. ترى هذه واحدة من 4500 ما ذكرنا قصصهم، وكل واحد له قصة مختلفة تماما عن الآخر. اللي لقوه في بر، واللي لقوه في مستشفى، واللي لقوه مع أمه في حالة ما يعلم فيها إلا الله. إذا ما تكاتفنا متى بنتكاتف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم كهاتان، يعني وشبك بأصابع، اللهم صل وسلم. الرسول يقول كلام هذا، أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واستغفر الله واتوب إليه، وجزاكم الله عني كل خير. الله يسعدك أبو. أنا أقول أيضا للآباء، مو الآباء، العمان، الخوال،
اللي عندهم أيتام، بل لكل أسرة عندهم أيتام، ناظروا أيتامكم، راجعوا وضعهم، شوفوا وشهم عليه. اسألوا عن ذيك الحرمة اللي توفي زوجها من أقاربكم ولا حد سأل عنها، روحوا شوفوا وش وضعها. اسألوا عن بنتكم اللي خذتها أسرة ثانية وتوفي زوجها، وش وضعها وش وضع عيالها. والله عندهم عمانهم يا رجال يدبرون أمورهم، والله عندهم أخوالهم يدبرون، عندهم لا ريحان تسأل عنهم وش وضعكم وشون أموركم. امسك الوليد، امسك على ما قال سولف أنت وياه فاحرصوا على أيتامكم. أيتامكم اللي في الأسرة مهم جدا أننا يعني نهتم لهم اهتمام كامل، ولا هو باهتمام أكل بس، لا، اهتمام مأكل ومشرب وتوجيه وتعليم ومتابعة وتوظيف، كلها اهتموا لهم من جميع النواحي. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا في مثل هذه الأمور.